حلقة اليوم تسجل مرور سنة كاملة عن التخرج. بعد التخرج وأحس يوم رجعت وأشوف الأيام المحتوى والأيام والتجارب اللي مريت فيها ما تصورت أنه ممكن أسوي كل هذه الأشياء خلال سنة كاملة. وقلت خلنا ناخذ أسئلة وأجوبة، خليها حلقة أسئلة وأجوبة بمناسبة مرور سنة كاملة على التخرج. وجاتني أسئلة صراحة يعني الله يعيني في الإجابة. يا أهلا وسهلا، حياكم الله في فرصة جديدة. معكم عزيز الفضة من بودكاست فرصة. أعطيت المجال أن الناس تسأل أكثر من سؤال، فراح نجاوب عليها فورا. زين، نبدأ من عند شروق. ما شاء الله راسلت لي لستة من الأسئلة. لو تختصر هالفترة بكلمة إيش بتكون؟ إيش هذا البداية؟ استكشاف. نعم. لو رجعت لنفس الفترة مرة ثانية إيش الشيء المختلف اللي بتسويه؟ ما أفضل صراحة هذه الأسئلة اللي هو إذا رجعت في الزمن إيش ممكن تسوي، إذا شفت نفسك الصغيرة إيش بتنصحها، لأنه أحس معلومة واحدة ممكن تغير مسار اتجاه اللي مريت فيه. وممكن الأشياء اللي مريت فيها واللي الحين أشوف أن لها معنى كبير ممكن أنها ما تحصل، ويصير واقع الحين مختلف جدا عن الواقع اللي ممكن يحصل إذا سويت هذه الأشياء. فما راح أسوي شيء مختلف. نفترض أن بعد ما تخرجت جاتك فرصتين، هذا السؤال جيد. نفترض أن بعد ما تخرجت جاتك فرصتين بنفس الراتب، فرصة في عمان وفرصة في أمريكا، وين بتختار وليش؟ هاي في أمريكا. بختار الفرصة اللي في أمريكا إذا بنفس الراتب، لأن زين بختار الفرصة اللي في أمريكا لأن التجربة هناك بالنسبة لي كبيئة عمل، كتجربة، كخبرة، أضافت لي كثير أشياء. ما قربت حتى الحين إنه أشتغل وظيفة رسمية وكاملة في عمان، بس أحس إنه بما أن إذا أنا كنت في أمريكا بختار إنه أمريكا. إذا أنا كنت في أمريكا، إذا كنت في عمان ما أعرف، يعتمد على الوظيفة صراحة. إذا نفس الراتب ما بالنسبة لي مش الراتب، مش العامل المحدد بالنسبة لي، نوع الوظيفة والبيئة والفرصة بحد ذات. إذا الفرصة بالنسبة لي في عمان بتعطيني فرصة على المدى الطويل ممكن أختار في عمان. فهذه جوابي. ما أعرف إذا جاوبت عليه صح ولا لا. إيش أفضل شيء سويته في فترة ما بعد التخرج؟ إني اشتغلت على طول بعد التخرج، بعده بأسبوعين اشتغلت وظيفة كاملة كمسؤول مبيعات سيلز بيرسون لمدة 8 أشهر. والأشياء اللي أضافت لي إياها هذه الوظيفة جدا جدا قيمة. إيش هي سلبيات إنك تجلس في أمريكا بعد التخرج والصعوبات اللي ممكن الواحد يواجهها؟ أوكي، هذا سؤال حلو. سلبيات: ما عندك راتب إنك خلاص تخرجت. الراتب مع الحكومة ومع الملحقية يتوقف عليك، فالضغط بيزيد إنه لازم تحصل فرصة أو وظيفة في أقرب فترة ممكنة. الروتين بالنسبة لك راح يكون من اختيارك أنت بتحدد إيش بيكون روتينك. وحلو إنه يكون عندك حرية، بس إنه يكون عندك مثلا الجدول مع الجامعة مع الكلاسات وما إلى ذلك يسمح لك إنه أنت تخصص أوقات حال أشياء أنت تحب تسويها حوالين الجدول مال الجامعة. فمثلا إذا أنت جدولك مع الجامعة إنه كلاسات من الساعة 10 لين الساعة 3، أنت ممكن تحط في جدولك إنه والله أقوم الساعة 8 أسوي لي فطور ما أعرف إيش، لين الساعة 10 أروح كلاس، بعد الساعة 3 أتغدى أنام أسوي كذا كذا كذا. بس بعد التخرج أنت حرفيا الوقت حالك أنت، فأنت تحس إنه أنت كذا صعب إنك تنظم وقتك. عندك يوم تعطي سبحان الله هذا الشيء، يعني يوم تعطي الشخص حرية كاملة، حرية مطلقة بدون أي حدود بدون أي قيود، يحس إنه متورط. فهذا كان بالنسبة لي تجربتي. حسيت إنه الوقت أنا بالنسبة لي فكان في ضغط إنه أنت ما قاعد تشتغل وقتك صح. لأنه أيام الجامعة أوكي والله ممكن نقول إنه حتى لو أسوي شيء ما منه فايد، بس على الأقل والله عندي كلاسات وخلصت من كلاسات ورحت الكلاسات وحضرت في الوقت، سويت اللي علي، حليت أسايمنتات، سويت شيء، أنجزت شيء. بس يوم يكون عندك وقت تحس إنك حتى لو اشتغلت 8 ساعات تحس إنك ما اشتغلت كفاية. فهذا الشيء إنك أنت تكون في نوع من الرفق بالذات، هذا الشيء
واحدة من السلبيات إنه أنت بتقسى على نفسك كثير هذه الفترة. هذه بعض السلبيات والصعوبات اللي ممكن الواحد يواجهها. أشكر شخص تحس إنك ما شكرته كفاية وكان له دور وتأثير كبير عليك في فترة ما بعد التخرج. أقول أول شخص خطر في بالي بصراحة، ممكن أقول والله والدتي ووالي أوكي صح، هذا شيء كلنا نعرفه. بس عشان أكون بكل صراحة، واحد من المدراء اللي كنت شغال معاهم اسمه لوك، وشاركت كثير عن لوك وفي الحلقات وفلوجات وفيديوهات، واللي معاي يعرفوه. اشتغلت معاه طوال هذه 8 أشهر في الوظيفة. إنسان ساعدني كثير خلال هذه الفترة، كثير أشياء سوالي، أشياء الشخص العادي ما ممكن يسويها. سوالي أشياء مديرك مستحيل يسويها، مديرك أنت مستحيل يسويك إياها. فكثير كان أحس له فضل عليه. وصح هو ترى أمريكي وكذا وأشقر وأبيض، بس ساعدني كثير خلال فترة الوظيفة. مريت بكثير تحديات، كثير عقبات، ولولا الله ثم وجوده هو ما كان تخطيتها، ما كان قدرت أتعامل معها بشكل صحيح. فبالنسبة لي كان هو منتور أو مرشد وموجه أكثر من كونه مدير بالنسبة لي. فلوك if you're seeing this thank you so much. لو كان بإمكانك تشكل شخصية شخص جديد بيدخل حياتك فيها الفترة، أي شخصية بتختار أنك تصادفها وليش؟ تشكل شخصية شخص جديد بيدخل حياتك فيها الفترة، يعني أنا أوكي أحدد الشخص اللي بيدخل عليه. بختار أني أقابل شخص يكون رفيق درب، رفيق لمدى طويل. كثير أشخاص مروا علي للمدى القريب لفترة بسيطة جدا، وفي أشخاص يعني ممكن يستمروا لفترة طويلة. بس أحس طول حياتي وأنا أبحث عن الشخص اللي هو يكون اللي هو تستند عليه. ممكن تسميه بس فريند، ممكن تسميه أعز أصدقاء، ممكن تسميه أو أعز صديق. بس هذا بالنسبة لي ممكن يكون موجود، ومع الوقت راح يصير هذاك الشخص. بس إذا أنا أريد أشكل هذا الشخص بيكون أعز صديق. الشخص اللي هو تمر عليك عواصف وكذا ومشاكل وتحديات بس يكون هو موجود. ممكن هو الحين موجود بس أنا ما مستوعب. إيش هي النصيحة اللي تمنيت حد ينصحك إياها وينبهك عليها قبل لا تبدأ وظيفتك؟ خليك أقل عفوية. أنا إنسان جدا عفوي، مرات قلبي على لساني. أحاول أدرس الكلام اللي بقوله، خاصة إذا الوضع يتطلب ذلك. إذا مثلا والله رايح مقابلة وظيفية، رايح جلسة استشارة وفيها نوعا ما يعني لازم أراجع الكلام اللي بقوله، بشارك فيدباك عن شخص معين في الوظيفة، أراجع الكلام اللي بقوله، أكون حذر في اللي بقوله. بس في مواقف ما أستوعب وما ألاحظ أنه ممكن لو أتحفظ بالكلام اللي بقوله ممكن بيكون أفضل. لأنه في فرق بين أنك تكون صريح بزيادة، وفي فرق بين أنك تكون تحتفظ بكلام ممكن يكون أفضل للطرفين، أنه أنت ما تشارك هذاك الكلام في تفاصيل معينة. لو ما تشاركه مع شخص يكون أفضل للمصلحة العامة، خاصة إذا أنتم فاهمين بعض وكذا وما يحتاج أنك تقول له شيء معين، خلاص احتفظ فيها حالك. فممكن يكون خليك أقل عفوية أو أكثر، ما مش أقل عفوية وإنما أكثر وعي في الكلام اللي بتقوله. لأنه أنا إنسان أحب إنه أكون عفوي صراحة، ما أحب التصنع وكذا. ومرات في أكيد لازم بتلتزم بنوع من الشكليات، بس بشكل عام هذا الأجواء أنا ما أرتاح لها يوم تكون كذا رسمي بزيادة. ممكن تختم الحلقة. أوكي هذا السؤال بنخليه بعدين، بعد قبل ما نختم الحلقة خلينا نكتبه هنا. سؤال مع الهبة. طبعا هذه الأسئلة الماضية كلها كمان شروق ما شاء الله، ما خلت لي مجال. سؤال هبة إنه in what ways you think your experiences during college have shaped who you are as a person. واو. لأي درجة تحس إنه تجاربك أيام الجامعة أثرت أو شكلت شخصيتك اللي أنت عليها الحين كشخص أو كإنسان؟ أنا أحس إنه جوهري كشخص حاليا، كل الجوهر اللي داخلي تشكل أثناء الجامعة. عزيز قبل الجامعة وبعد الجامعة، بعد التخرج إنسان مختلف جدا.
زين ممكن داخليا او يعني الاسنس الجوهر ممكن يكون هو نفسه، بس انه تشكل بشكل كبير. زين جانبي الطفولي، جانبي المرح واللي يحب كذا يستمتع وكذا ما زال موجود، بس في جانب اللي هو في سيريسنس، في جدية، في شغف، فيه جانب من جوانب الطموح. هذه أشياء قبل الجامعة أنا كان ما موجودة فينا أبدا. ما كنت الشخص اللي في عندي أهداف وطموحات وأريد أحقق أشياء في حياتي وأريد أصير شخصية كذا لها تأثير وأقدر أنشر فائدة. هذا قبل الجامعة ما كان موجود. هذا الشيء تشكل أثناء الجامعة، تشكل من بديت أتابع ناس أثناء فترتي الجامعية، وبديت أقرأ أو ما أقرأ كثير، بس استمع مثلا مرات الكتب، بس أكثر شيء على البودكاستات، برامج، أشخاص معينة بديت أتابعهم خلال فترتي في الجامعة، اللي هو بديت إنه لا، أنا هذه الفترة صار عندي رغبة إنه أصير شخص ذو قيمة، إنه أنشر فائدة للناس، إنه أنشر تجاربي. أول كنت ما مهتم إني أنشر تجاربي، أحس إنه ما عندي شيء يعني أقدمه للناس، بس عشان يكون عندك شيء تقدمه للناس لازم تقرب. إذا تحس إنه أنت إنسان ما عندك قيمة معينة تنشر الناس، فأنت ما قربت شيء، يعني معناته إنك أنت ما قربت شيء. ليش؟ لأنه الأشياء القيمة اللي تشاركها مع الناس بتكون من خلال التجارب اللي أنت قربتها. من خلال التجارب أنت بتتعلم أشياء، وهذه الأشياء اللي تتعلمها بتشاركها مع ناس. فإذا أنت ما عندك شيء تشاركه مع ناس، فأنت ما تعلمت شيء، أنت ما قربت شيء. فالجامعة جدا أثرت في شخصيتي، جدا شكلت عزيز اللي تشوفوه قدامكم الحين، لأنه بالنسبة لي كانت فترة أعطيت فيها نفسي مساحة إنه أغلط، إنه أقرب كثير أشياء. إنه الحين كيف تشوفوا يعني كيف أنا صرت إنسان ما البتاع كله، لأنه حرفيا أيام الجامعة كنت أقرب كل شيء، قربت كثير أشياء أثناء الجامعة، لأن أنا زيكم يعني إنسان ما كنت أعرف إيش هدفي من الحياة، إيش لازم أكون يوم أكبر، وين بينتهي فينا المطاف، إيش بشتغل. كنت ما أعرف كثير أشياء، كثير قبل هذا السؤال. فكنت أقرب كثير أشياء، قربت بودكاست، قربت فيلم ميكينج، قربت أسوي محتوى، قربت أسوي مقابلات، قربت أكون رئيس جمعية الطلبة العمانية في جامعة أوهايو، قربت تصور فيديوهات، صور، أغطي فعاليات، أطلع في السوشيال ميديا، أتكلم. قربت أكون طباخ معسكر في الغابة في فيرجينيا، وأنا تخصص ريادة أعمال. إيش دخل ما أعرف، بس هل فادني؟ أكيد تعلمت كثير أشياء. It shaped me a lot as a person. إيش القيم اللي تحسها مهمة تعلمتها خلال هالفترة؟ القيم اللي تحسها مهمة تعلمتها خلال هالفترة، فترة ما بعد التخرج ومن خلال مرور سنة كاملة. القيم بالنسبة لي إذا أريد أكون إنسان interesting، ما أحاول أن أكون interesting، وإنما أكون interested في الشخص اللي أمامي. كيف بعيدة بعيدة. إذا أريد أكون إنسان interesting، إذا أريد أكون إنسان مثير للاهتمام، ما أحاول أن أكون interesting، أو ما أظهر أنه أنا إنسان interesting، ما أظهر أنه أنا إنسان مثير للاهتمام، أنه كذا أطلع الناس أنه شوفوني أنا مثير للاهتمام. لا، وإنما أكون interested، أكون مهتم في الشخص اللي أمامي. The person that's in front of me. الشخص اللي أمامي إذا كنت مهتم فيه فهو تلقائيا راح يكون مهتم فيني. أوكي، هذه الاستراتيجية ساعدتني كثير خلال فترة ما بعد التخرج، وخصوصا يوم رجعت عمان. حصلت وشاركت هذا الشيء بشارك هذا الشيء في الحلقة الجاية، إنه حصلت 4 فرص وظيفية في أقل من 3 أشهر باستخدام هذه الاستراتيجية. إنه أنا إنسان مهتم في الشخص اللي أمامي، عندي فضول في الشخص اللي أمامي وأبين له هذا الفضول، أحاول أشارك معه هذا الفضول، وإني فعليا أحاول إنه أتعلم من تجاربهم، من المناصب اللي هم فيها، من الأدوار اللي هم جالسين يأدوها، وإني أتعلم منهم. يوم تبين للناس إنك مهتم فيهم، هم تلقائيا راح يكون مهتم فيك. هذا طبعا لازم تحط في عين الاعتبار، هل هذا الشخص اللي أمامك فنان ولا لا؟ إذا كان شخص أمامك مش فنان أو بطران، أو ممكن ما يكون في المود،
او جيتوا في وقت غلط ممكن ما يصير هذا الشيء which is fine طبيعي. مثلا من 5 أشخاص بتحصل 3 أشخاص اللي بيرجعوا اهتمامهم لك، وشخصين ممكن يكونوا ما يعطوك هذا اللي تتوقع منهم. بس إذا تريد تكون إنسان مثير للاهتمام اهتم في الشخص اللي أمامك، خلك فضولي في الشخص اللي أمامك بتشوف منه same thing، نفس النتيجة، بيكون مهتم يا أخي. لأنه مشاركنا هذا الشيء في الحلقة أظني مال 5 مهارات لازم تعلمها خلال الفترة الجامعية، ارجعوا شوفوها. الناس يعني تحب تتكلم أكثر منها تستمع، زين؟ فأنت يوم تبين للإنسان اللي أمامك إنك أنت مهتم إنك تستمع له، بيستغرب إنه من هذا اللي جالس يتعرف عليه وكذا. هذا الشيء غريب ما متعود عليه. معظم الناس اللي تجيني تتكلم على نفسها. مثلا يوم أنت تروح معرض وظائف، مثلا تروح معرض وظائف بتروح إيش يعني تلقائيا كذا بدون ما تفكر والله أنا درست كذا وأنا كذا بدور على هذا هذا أوكي يلا ها شيل قدم عنا يلا توكل. ما بيكون في هذاك في جاذبية أو كاريزما معينة تجذبهم تجاهك. بس أنت يوم تجي وتسأله يا أخي أنت إيش وظيفتك هنا؟ إيش تشتغل؟ والله أنا مدير تسويق. كيف بيئة العمل عندكم؟ إيش تحب في وظيفتك؟ والله عندي كذا 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 كذا. أوكي نايس والله حبيت، لأنه أنا عندي كان تجربة إنه كذا 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 وأحس إنه هذا الشيء جدا ينطبق عليكم. والله يا شفت كيف غير إنك يوم تجي والله أنا كذا وأنا سويت وأنا عندي شهادة أوكي يلا شيل وتوكل. ناس يوم تجيها كذا إنه أنت بتتكلم واجد ما راح تندمج معك، عكس أنت يوم تجي وتكون انترستد فيهم هم كأشخاص بتلاحظ إنه لا في شيء عند هذا الشخص، أحس إنه يبغى نجلس مع بعض كذا. هذا الشعور ترى اللي بيجيهم. فهذه استراتيجية. هذا الشيء جدا ساعدني في إنه أحصل على فرص. هذا القيمة يعني ما أعرف هل تسميها قيمة أو تريت أو خاصية أو أي كان. لو ترجع ما زالت هذه هبة، لو ترجع سنة وراء كنت بتتوقع أنك بتوصل للمكان اللي أنت عليه؟ نو طبعا لا. أحس إنه هذا الشيء نفس الشيء. أنا وكثير ناس معاي إنه نقد we underestimate، نقلل من الشيء اللي ممكن نسويه خلال سنة واحدة أو خلال فترة معينة. يعني مثلا نقول يا أخي والله شهر ما يمدينا نسوي كذا كذا كذا، بس أنت ممكن تتفاجئ من الأشياء اللي ممكن تسويها خلال شهر واحد بس، فما بالك بسنة كاملة. فعشان كذا أنا نفس الشيء، أنا بداية كل سنة، هذه السنة كان مختلفة شوية. السنة الماضية بداية السنة الماضية اللي هو بداية 2022 كنت جدا ضاغط على نفسي. أول شهرين يا أبغى تسوي، بعدين شفت إنه أول شهرين 3 أشهر ما قاعد أسوي شيء كذا، أضغط على نفسي وأنا أريد أسوي هذا واكتشفت إنه كثير ناس نفسي، يعني كثير ناس شاركني نفس الشعور. شاركت أنا فيديو وقلت فيه هذا الشيء، إنه أحس إن نفسي كذا متشتت وأريد أسوي هذا. بس حرفيا أنت يوم تركز في شيء واحد بتلاحظ إنك قاعد تنجز كثير أشياء، لأنك أنت يوم تركز على واجد أشياء أنت فعليا ما قاعد تركز على شيء، أنت ما قاعد تنجز شيء بالمعنى الحرفي. بس يوم تركز على أشياء معينة وتحط صب تركيزك فيها بتنجز كثير أشياء. وأيضا خلال السنة ما بعد التخرج يعني كنت ما أخذها فترة استكشاف، كنت أحاول ما أقصي على نفسي كثير، كنت أحاول إنه أخذ أشياء كتجارب كاستكشاف كمعرفة، إنه جاي بكتسب خبرة بكتسب معرفة بكتسب علاقات. بالنسبة لي العلاقات أهم شيء ترى. It's not about who you know, it's about who knows you. موضوع مش إنك موضوع أنت تعرف موضوع إنه من يعرفك أنت. فعشان كذا كنت ما متوقع إن أوصل للمكان اللي وصلت الحين. كيف طورت نفسك في مجال تخصصك بعد التخرج؟ اشتغلت في المبيعات في السيلز، لأنه أنا متخرج كأنتربرنورشيب رائد أعمال، هذا تخصصي وهذا الشهادة اللي تخرجت فيها. عندي شهادة ثانية مع البزنس أناليتكس أو تحليل البيانات. ما اشتغلت كثير في هذا الجانب، بس كريادة أعمال اشتغلت في المبيعات. المبيعات كان مهم جدا من ريادة الأعمال. إذا عندك خدمة أو منتج أهم شيء تسوي إنك تبيع. فطورت كثير من نفسي في هذه الناحية. شيء ثاني طورت نفسي فيه الكوميونيكيشن، كيف تتواصل مع الناس، كيف تتعامل مع الناس. ما زلت أتعلم ترى، يعني لا تفكروا إني خبير ولا شيء،
انا شارك حتى في البايو عندي في الانستغرام كاتب اتعلم واشارك، مش انه اشارك من كذا بس خبره، لا انا ما زلت اتعلم واشارك فنون التواصل وكذا اشياء تقارب عن التواصل. What advice would you give to your younger self؟ هذا قلنا قبل، ما افضل هذه الاسئله لانه ممكن تغير مسار حياتي. زين، تكلم عن وظيفتك في اوهايو. زين، بشكل بسيط جدا عشان اختصر معاكم، واللي حاب يعرف ويكتشف اكثر عن الوظيفه، في مسوي انا حلقه عن وظيفتي في اوهايو. فوظيفتي بشكل عام انه كنت مسؤول مبيعات او مدير مبيعات في سنسناتي اوهايو، واللي هي تبعد 2.5 من منطقه اثنز، المنطقه اللي ادرس فيها. اشتغلت في المبيعات، كنا نبيع خدمات او برامج لبزنسات، كنا نشتغل مع شركات كبيره ونبيع لهم خدمات. زين، فمثلا اشتغلنا مع امازون، كان عندهم خدمه معينه انه يوصلوا فيها بضائع وتستلمها انت ككاستمر. اذا انا كاستمر بطلب بضائع او باكجات واستلمها من بزنس محل قدامي، والله عندي قدامي دكان انا بطلب من امازون بيوصلها الدكان، انا اروح استلمها من الدكان. ليش اسوي هذا الشيء؟ لانه يوم انا اطلب الباكج عند البيت، يجي السائق ويحط لي الباكج برا على البيت، اجي انا استلم الباكج يحصله مسروق، لان البضائع يعني السائق ما يقدر يدخل البيت يحط لك الباكج، يحط لك اياها برا، خاصه يوم اذا انت ساكن في شقه ولا شيء ما فيها قفل او شيء كذا، الناس عادي بتسرق، ما حد بيدري عنك، لان الباكجات اصلا ما فيها طريقه انك تتعقبها، فعشان كذا كان تسرق. فمن باب الامان انه والله يعطيه دكان يسويها سكان ويجيك نوتيفيكيشن انه وصل الباكج مالك، تروح تستلمها. فاحنا كنا نروح دكاكين ومحلات وبزنسات ومحلات كوفي ومحلات ملابس، نحاول انه نعرض عليهم هذه الخدمه، انه والله امازون بيسووا لك تسويق داخل برنامجهم او داخل تطبيق، الناس بتشوف اسمك وكذا وبتجي عندك المحل وهي تاخذ بضاعتك، ممكن تشتري من منتجك، فهذا راح يروج للبزنس مالك. فهذه واحده من البرامج اللي اشتغلنا فيها. فكنا احنا نروح فيس تو فيس، نبيع فيس تو فيس، ما كنا نتصل، ما كنا نروح له، ما كنا نسوي بالايميل، لا كله فيس تو فيس، نروح لهم وهذيك الساعه نسوي الخدمه ونبيع هذيك الساعه وعلى طول نحصل على نسوي كلوز. فهذه كانت وظيفتي. وبعدين تغير انه صرنا نبيع تلفونات، بعدين نبيع طاقه وما الى ذلك. زين، هذا طبعا سؤال كان من داليا، ايضا عندها سؤالين او ثلاثه زياده. How will I start my new lifestyle؟ ايش هي خطوات الاساسيه؟ اتوقع هذا قصده اذا رجعت عمان كيف اللايف ستايل مالها بيكون، الخطوات الاساسيه. الخطوات الاساسيه احس انه قبل ما ترجع عمان، انا بالنسبه لي كنت محضر نفسي انه انا برجع عمان عشان ما انصدم بالاشياء وكذا، يكون كله رياكشن وما يكون انه كله بس ردة فعل، يعني اخلي الاشياء تصير لي، انا ما اجهز نفسي، واحس ان هذا الشيء غلط. كون برواكتيف، ان انت تجهز نفسك وتحضر نفسك عشان تتعامل مع الاشياء بنظره حياديه شويه، انك انت تشوف الاشياء على زي ما هي، مش انك تنفعل معها. مثال انت عندك حفل والله مع اهلك، عيد ميلاد، انت مخطط حال كل الاشياء اللي ممكن تصير بشكل سلبي او تصير غلط، اي شيء رونج بيصير في الحفل هذا انت اوريدي مخطط له. والله اذا تاخر الشخص اللي انا بسوي له حفله، انا بسوي كذا كذا كذا، هذه الاكشن ستيبس او هذه الخطوات اللي بسويها. اذا الاكل وصل بارد مثلا، فيصير انه انت يوم يصير هذا الشيء والله وصل الاكل بارد، انت خلاص اوريدي مخطط له، فتتعامل معاه بصوره جيده، عكس انه والله انت مخطط انه كل شيء يكون تمام وكل شيء يكون اوكي اموره طيبه، بعدين تتفاجئ انه والله وصل لك البارد، الحين انت ما تعرف ايش تصرف، تنفعل ومدري ايش وتعصب وتروح تضارب مع المطعم ومدري ايش. ليش؟ لان انت ما جهز نفسك. نفس الشيء يوم ترجع عمان، جهز نفسك لبعض الاشياء. انا بالنسبه لي جهزت نفسي في بعض الاشياء، مثلا يمكن تشارك، وهذا الشيء راح اشاركه في الحلقه الجايه، ايوه كنت شاركت في هذه الحلقه الجايه اللي هو 3 أشهر بعد ما رجعت عمان، انه واحده من الاشياء عشان اجهز نفسي انه انا قبل ارجع عمان، ولاني كنت اريد اختلط بناس واتعرف على ناس واوسع دائره علاقاتي، خذيت وقت اني اتابع ناس،
كنت اسوي لهم فولو، بس ما كنت اسوي لهم فولو، بس كنت اتابع محتواهم، بحيث انه انا اتعرف على هذول الناس كاشخاص اللي هم في السوشيال ميديا والمحتوى اللي يرسلوه، وايش طبيعتهم كاشخاص. طبعا ما تقدر تعرف طبيعه الشخص من السوشيال ميديا، بس تقدر تاخذ فكره معينه، بحيث انه انا يوم اجي عمان، يوم الاقيهم مثلا بالصدفه ترى لقيت كثير ناس بالصدفه، على طول انا خلاص انا اعرف هذا الشخص، يا اخي انت كذا كذا كذا، على طول نشبك مع بعض في يوم وليله حنصير اصحاب. ما كان انه هالشخص احس انه اعرفه بس ما اعرف ايش محتواه، ايش اسمه، ايش هذاك الشيء، وتكون متوتر ما تعرف تروح تسلم عليه ولا لا، ويوم يجي يسلم عليك ما تعرف تناديه بايش، ويصير كذا اوكورد، انت ما مش جاهز. لا انا كنت مجهز نفسي، الشخص اللي هذاك الشيء، وكن هو، واتفاجئ انه والله هو عارف اسمي وانا عارف اسمه، وهذا الشيء واجد سهل ترى التعارف. يوم تريد تعرف على شخص، اذا انت تعرفه هو، حتى لو هو ما يعرفك، بس اهم شيء انت تعرفه هو، بيسهل عليك واجد. اذا طلعتوا تعرفوا بعض اثنينكم، هذا شيء واجد سهل، لان انا اكتشفت انه لما يصير على الناس والله عزيز ومدري ايش محتواه كذا، يا اخي حتى انت محتواك زين، تخيل لو انا ما اعرف محتواه بيصير شويه الوضع يعني ما هو افضل شيء. فهذا واحده من الاشياء اللي كنت اجهزها. نفس الشيء كنت متعرف على ناس كذا من تخصصات، من كذا ناس تسوي فعاليات وما الى ذلك، بحيث انه اذا جيت اقدر التقي فيهم، اقدر اجلس معاهم. من ناحيه وظيفه ما كان عندي شيء كذا محضر له كذا متجهز له، فهذا شيء عادي، كنت ما عندي مشكله انه انا كذا اكتشف من هذا الناحيه. ف احس هذا الشيء اللايف ستايل، حاولي تجهزي له، سالي ناس، استشيري ناس، جهزي اشياء. مثلا كنت مخبر انا اهلي انه انا برجع فتره كذا كذا كذا، والله جهزوا لي الغرفه. هذا شيء ممكن يساعد انه الغرفه ما تكون جاهزه، يساعدك انك تتاقلم، ما تكون مرتبش بنفسك والاغراض وما الى ذلك. هذه هي. داليا ما زالت تسأل كيف كان شعورك لما رجعت عمان بعد ما جلست فترة في أمريكا، خصوصا وأنت عارف إنك ما راح ترجع؟ كيف كان شعورك لما رجعت عمان؟ أحس إني ما استوعبت الموضوع، أحس إني ما زلت ما مستوعب الموضوع. أحس إنه أنا يمجي بيئة جديدة خلاص أدخل فيها لدرجة إنه يعني صعب أفكر في حياتي الماضية. بعدين بعد فترة كذا أحاول إنه أخذ وقت أسوي ريفلكت شوية، أحاول أتفكر وأتأمل في وضعي الحالي وكيف صرت وكذا، أحاول إنه أسوي بروسس لمشاعري والأشياء اللي أمر فيها، وهذا الشيء واجد يساعد ومفروض إني أسويه. مرات أكتب، فأحس إنه كيف تعاملت معاها أو كيف كان شعوري، لايف ستايل تغير. الوضع اللي كنت فيه أول، وضع الاستقلالية، وضع الاعتماد إنه أنا معتمد على نفسي وكذا، اختلف تغير، لأنه خلاص أنت بعد سنة سنتين وأنت في الابتعاث بتوقف على رجولك، خلاص عندك شقة، عندك ناس تجلس معاهم، عندك سيارة، عندك راتبك، خلاص حياتك أنت الحمد لله ميسر حالك. بعدين بعد تتخرج شوية أمورك تتبهدل، فتحاول تلملم شتات أمورك. فهذا تقريبا كان شعوري. كيف قدرت تتعامل مع اكتئاب ما بعد التخرج؟ ما صراحة ما مرت باكتئاب، وإنما بانكزايتي. انكزايتي مريت فيه خلال فترتي في الوظيفة، كان فيني إفراط من القلق أو إفراط في التوتر. الوظيفة هذه من المبيعات مريت فيها فترة يعني كنت متوتر جدا فيها، لأنه كثير أشياء صارت لي، يعني عوامل وأسباب خلتني كذا متوتر وأفكر كثير وما أقدر أرتاح. حتى في الويكند أريد أرتاح، شوف فيلم مسلسل كذا ما أقدر. كيف تعاملت مع هذا الشيء؟ صراحة كنت أدعي واجد، الأذكار، قرآن، صلوات، وكنت أشتغل. يعني اخترت، كان عندي خيار، يا أنه أستسلم الموضوع أشوف لي شيء ثاني، بس ممكن بعدين أندم عليه إنه أنا ما أعطيت نفسي فرصة أو أنا ما اجتهدت بشكل كافي. والخيار الثاني إنه لا، أسوي اللي عليه عشان أنا أريد أنجح في هذا الشيء. بالنسبة لي كان أول تجربة، كان مهمة بالنسبة لي، كان مهم بالنسبة لي إنه كأول وظيفة كاملة أخذها بعد التخرج، أريد أثبت لنفسي إن أنا أقدر أكون مستواي ممتاز في هذه الوظيفة. فاخترت هذا الشيء بالرغم من التوتر اللي كنت فيه، بالرغم من الظروف اللي مريت فيها. اخترت إنه لا، خيار إنه أطلع الحين واستسلم ما أريد. ليش؟ لأنه إذا طلعت بحس إنه مر شهرين 3 أشهر أنا ما قدرت أجلس وما قدرت أقاوم هذا الشعور. لا، لازم أكمل. وكملت وغيرت من الروتين مالي، غيرت من اللايف ستايل مالي، شديت على نفسي كثير بس عشان إنه
بغيت أعطي نفسي فرصة، لين ما وصلت مرحلة خلاص صار الموضوع غير صحي يعني. بعدين هناك قلت لأ، الحين بعد 8 أشهر قلت إنه الحين قرار إنه أنا لازم أطلع، لأنه بالنسبة لي الموضوع صار يأثر فيني نفسيًا وذهنيًا وصحيًا جسديًا وعقليًا وكل شيء. فحتى من الناحية المادية أصلًا الوظيفة بالنسبة لنا خلال هذيك الفترة ما تحسنت يعني، كان وضعنا من البداية أفضل بالرغم من أني كنت أمر بظروف، والحين صار أسوأ، أنا أمر بظروف مرة ثانية، فالموضوع ما كان مهيأ بالنسبة لي إني أكمل، فطلعت. زين بثينة سألتني was it worth it إنك تجلس سنة زيادة في أمريكا؟ هل كان يستاهل إنك تجلس سنة كاملة بزيادة؟ سنة زيادة في أمريكا. ما جلست سنة، جلست 10 أشهر 9 أشهر كذا. هل كان worth it؟ أكيد ما في أي خلاف على هذا الشيء. قرار إنه أجلس ما نفس الشيء كان استراتيجي، ما كان إنه والله أنا باجلس وكذا باشوف إيش وضعي، لأ أنا أصلًا كنت اتخرجت وأنا already ضامن إن عندي وظيفة، كنت خلاص موقّع وكل شيء والوظيفة كانت جاهزة، وعلى أساس إنه أنا أريد آخذ تجربة، أريد آخذ experience ممكن أنقلها بعدين لعمان يوم أرجع، وهذا الشيء ترى مرغوبة، شيء جدًا مرغوب، الخبرة والتجربة. يوم تروح أنت أي وظيفة بيقول لك لازم خبرة وتجربة، زين أنا الحين متخرج أنت تدور على واحد جديد، لا لازم خبرة وتجربة، فعشان كذا كنت ما أريد إنه أعطي حد مساحة إنه يقول لي أنت ما عندك تجربة وأنت ما مقرب وما اشتغلت، لأ، كنت أريد أروح وأنا عندي شيء في جيبي. فهل كان worth it؟ جدًا كان worth it لأنه ما كنت جالس كذا على الفاضي. في أسئلة كذا سريعة باجاوبها. شو كان دراستك في أمريكا؟ في أمريكا كنت أدرس ريادة أعمال entrepreneurship. ليش ما اشتغلت لين تو؟ اشتغلت كان معي project أثناء رمضان اشتغلت فيه، والحين باشتغل إن شاء الله قريب نهاية شهر 5. سنة كم درست هناك؟ 2018 بدينا، وما أعرف بس جات في بالي جملة فصبرًا جميلًا والله المستعان. بعدنا تو بادي المشوار، الله يعينكم ووفقكم إن شاء الله. كيف أخلق فرص الاستثمار السلبي؟ هل أبدأ الخطوة بعد التخرج والّا خلال الفترة الدراسية؟ استثمار سلبي؟ ما أعرف، ما عندي خلفية صراحة في الاستثمار السلبي، ما أعرف، هذا أول مرة يجيني هذا المصطلح صراحة، بس بشكل عام استثمار تبدأ بأقرب فرصة ممكنة، حتى وأنت صغير بأقل، حتى لو عندك مجمّع أنت 20 ريال مع العيدية خُذ يعني جزء منها واستثمرها، سواء كان ممكن تدخرها، بس أفضل إنك تستثمرها في مكان أو في ما أريد أتفلسف عليكم، بس موضوع الاستثمار بحد ذاته تبدأ وأنت صغير. هذا الشيء أنا اتعلمته، وهذا قاعدة مهمة في إنك كيف يوم تكبر خلاص يصير عندك أصول وكذا وفلوسك تكبر معاك ويصير الفلوس تشتغل لحالك بدل ما أنت تشتغل لحال الفلوس، فتبدأها وأنت صغير. هذا سؤال من رؤى. كيف تأقلمت في عمان؟ هل أصلًا تأقلمت؟ أحس كل شيء تغير، روتين، أهداف الناس، البيئة. هل كان شيء عادي والّا ماشي والّا صعب؟ وإيش النصيحة عشان لمّا أرجع ما أحس بهذيك الفترة الصعب اللي صار فيها switch بيئات؟ زين، كيف تأقلمت في عمان؟ هل أصلًا تأقلمت؟ في أكثر من شِق في هذا السؤال. هل أصلًا تأقلمت في عمان؟ لدرجة معينة، لحد معين، أحس إني تأقلمت بشكل كبير، وفي وقت أقل من اللي تصوّرته. كنت أفكر إنه بياخذ مني وقت أكبر إنه أتأقلم، بس أحس إنه شوف شوفي رعى ولأي مستمع، أحس إنه في جوانب يحتاج إنه أتأقلم فيها، وأحس إنه في جوانب اكتشفت إنه أنا مش لازم أتأقلم فيها، ومش لازم أصير إنه أنا كذا جزء من العادي. في جوانب معينة فيني أتقبلها زي ما هي، وما أشوف إنها عيب، بالعكس يعني I embrace it إنه أحتويها، وفي أشياء لأ أنا لازم أتأقلم معاها. الشيء اللي أنا I embrace it إنه أنا أحتويها في نفسي، أحس إنها أجزاء من شخصيتي اللي تكونت أثناء فترة الابتعاث. ممكن ناخذها كشيء مبسط، مثلًا إنه أنا إنسان صرت أرتاح أكثر في ملابسي اللي هي يوم ألبس والله قميص وبنطلون وكذا سوكس على سليبرز كذا، والله أطلع الشارع وأروح دكان عادي ما فيها شيء. هل لازم ألبس دشداشة وعشان أروح دكان؟ ما أرتاح بدشداشة يا أخي. حتى يوم أروح مثلًا تجمعات وكذا كل حد لابس دشداشة، أنا ليش لابس دشداشة؟ هل لازم أتأقلم مع هذا الشيء وإنه أكون لابس دشداشة عشان إنه أثبت إنه أنا
احس انه هذا الجانب فيني لا بالعكس، انا يا اخي ارتاح. انا احس انه انا نفسي، انا احس انه انا بطبيعتي يوم اجي قميص وبنطلون وكذا، وبالعكس هذا جزء مني صار. في مناسبات اوكي صح، لازم انه انت لازم تحترم المناسبة اللي انت فيها، بس في مناسبات عادي تقبل انك انت تكون نفسك، يعني عادي تقبل انك تكون اللي انت عليه، مش شرط انه انت تندمج ومدري ايش وتكون عادي. في اشياء ثانية لا انت لازم تتأقلم معاها. مثلا يوم تروح انت بتشتغل في وظيفة، وظيفة حكومية مثلا، انت بتلبس دشداشة ومصر، هالشيء لازم تتأقلم معاه، هذا لازم شيء تتعود عليه. ممكن بياخذ منك وقت وكذا، بس عادي تتأقلم. هل انا تأقلمت مع هذا الشيء؟ بجزء كبير تأقلمت. احس كل شيء تغير، روتين، اهداف الناس، البيئة، هل كل شيء عادي ولا في اشياء صعبة؟ في اشياء صعبة، في اشياء انا ما تقبلتها في البيئة الوظيفية وبيئة العمل. ترى اشتغلت انا شوية في مكان يعني فترة بسيطة، عشان انه اتعرف على الاجواء والبيئة وما الى ذلك، عشان اتعرف على البيئة الاجواء، مش في هذيك الوظيفة بس بشكل عام في عمان في مسقط. إنه كيف بيئة العمل، كيف الناس يتعامل معاهم، تشتغل معاهم، كيف الميتينجز، كيف الأجواء، كيف طبيعة العمل. واكتشفت إنه مختلف جدا عن أمريكا، جدا عن أمريكا. ما أريد أقول إنه أمريكا أحسن وعمان أسوأ، الموضوع نسبة وتناسب يعتمد. ترى يعني أمريكا، ما أمريكا من زمان يعني قاعدة تطور في نفسها وكذا، ما أقدر إنه أقارن أصلا. بس في نفس الوقت في أشياء يعني صدمت فيها، أشياء أساسية إنه تحس إنه لازم تكون موجودة وبس ما في. مثلا يوم تجي تسوي مقابلة تسألهم عن job description، والله تسوي كذا مدري ايش كذا، بس مش اكيد، يمكن بعدين تسوي كذا، ما في شيء واضح، ما في structure، ما في هيكل واضح انت ايش ادوارك وايش الاشياء اللي لك وايش الاشياء اللي عليك. في الاغلب انت يوم تشتغل بتكون بتاع كله، انت بتكون مصور، انت بتكون محرر، انت بتكون ممنتج، انت بتكون ممثل، انت بتكون على حسب الحاجة. هذا الشيء ما موجود في امريكا، او ممكن يكون موجود بس بيكتبوا لك اياه. راح يتواصلوا معك ويوصلوا لك هذا الشيء من البداية عشان ما تتفاجئ فيه. بس في عمان لا، انت بتكون مصور، انت بتكون مهندس، فجأة انت تحصل نفسك بتسوي كوب شاي. هذا الشيء احس يبغى له يتحسن كثير في عمان. وش نصيحة عشان لما ارجع ما احس بهذيك الفترة الصعبة اللي صار فيها سويتش بيئات؟ النصيحة انه ما احب انصح الناس، احب اوجه او ارشد او اعطي ريكومنديشن. فالريكومنديشن بيكون انه قربي، ما حد يقدر يتفادى ان الموضوع بيكون صعب. اذا كان صعب بيكون صعب بغض النظر كنت متجهزات ولا ما متجهزات، بس اذا تكون متجهزه للموضوع فيكون افضل. فكيف تكون متجهزه؟ انه تقربي، سواء كان انترنشيب، تدخلي بيئه العمل، تشتغلي مع ناس، تشتغلي بروجكتات، تروح ايفنتات، تعرف على الناس. كل ما قربت اكثر كل ما هيأتي نفسيا اكثر. الفرق ما بعد التخرج في الفرص والنمو، الاستقلال المادي، جودة الحياة والتفكير. النمو بالنسبة لي كان اكسبدايت، يعني النمو إذا كان ضرب 2 وأنا في الجامعة، بعد التخرج ضرب 10 صراحة. لأنه الحين بعد الجامعة كل الأشياء اللي أنت تعلمتها وكذا واكتسبتها أثناء الفترة الجامعية، هنا وقتك إنك تطبقها بالمعنى الحرفي. بمعنى أنت والله دارس تسويق في الجامعة وعندك حصص وكلاسات وما إلى ذلك، بس كلها أشياء نظرية، بروجكتات ومدري إيش ومحاكاة، وإنك كأنك أنت في بزنس كذا، كلها أشياء نظرية. لين وقت التخرج أنت الحين إذا اشتغلت في التسويق أنت هنا بتطبقها بالمعنى الحرفي، وبتاخذ بعين الاعتبار السوق اللي أنت شغال فيه. فممكن الأشياء اللي أنت درستها أصلا في الجامعة ممكن ما راح تطبق على أرض الواقع، لأنه البيئة اللي أنت بتشتغل فيها ممكن مختلفة. وهذا الشيء أنا تعلمته يوم جيت عمان. ممكن تنصدم وتكتشف إنه والله الأشياء اللي أنت تعلمتها في الجامعة والله هذا في أمريكا، عندنا هنا في عمان ما تنطبق. هنا عندنا قوانين ثانية وقراءات ثانية وترتيب ثاني. ممكن بعدين ما تنصدم تقول حين أنا ليش سويت مدري إيش كذا. أنا أشوف إنه هذا الشيء طبيعي. ممكن في أشياء ما هي منطقية أبدا، ما هي منطقية ولا إنك تدخل العقل بس لازم إنك تتقبلها. بس في أشياء صح، أنت الأشياء اللي تعلمتها في الكتاب على الورق،
أرض الواقع ممكن يكون مختلف، البيئة اللي بتشتغل فيها والثقافة اللي أنت بتشتغل فيها مرة بتحدد طبيعة العمل اللي أنت لازم تسويه. فهذا من ناحية النمو بتنمو أكثر لأنك بتطبق على أرض الواقع وبتاخذ بعين الاعتبار البيئة اللي أنت بتشتغل فيها. الاستقلال المادي طبعا ما في استقلال مادي لأنك ما بتستلم راتب لين ما تشتغل، لأن في استقلال مادي كبير أيام الجامعة، لأنك أنت حرفيا كل اللي عليك تسوي إنك تذاكر وتسوي سمنتات وتحلها فاينالات وبس، أنت بيجيك راتب حتى في الإجازة، حتى في الإجازة أنت في عمان بين أهلك ويجيك مال وتقدر تدخره حال الفصل اللي بعده. يعني أنا يوم رحت الصيف جيت في عمان 3 أشهر، أنا مخزن فلوس مال 3 أشهر، مع الأسف يعني أنا ما احتفظت فيها ولا استثمرتها ولا ادخرتها، هذا واحدة من الأشياء اللي أنا ندمان عليها. بس استقلال مادي رهيب أيام الجامعة، يعني خاصة مبتعثين يعني والله العظيم مرتاحين كنا. جودة الحياة زي ما قلت، جودة الحياة إيش الفرق؟ جودة الحياة، جودة الحياة بتقل كثير، أو هذا من تجربتي الخاصة. جودة الحياة في الجامعة كانت سمن على عسل، كانت جميلة جدا، حلوة، وردية نوعا ما. اكتشفت إنه الحياة صراحة أيام الجامعة كانت حلوة وكذا مبهجة. الفترات اللي بتمر فيها بضغط وكذا، يمكن وقت الفاينلات كذا بتصير نفسية فجأة ومن ضغط وما فيك بارة تسوي شيء كذا، بعدين بتجي الإجازة وعادي، فهمت، أجواء حلوة. والجو في أمريكا حلو يا أخي، الجو في أمريكا حلو. جودة الحياة اللي بتوفرها حالك أمريكا زي وبشكل عام دراسة خارج، يعني في الخارج سواء كان أمريكا أو دول ثانية، بس الجودة اللي بتحصل عليها حلوة. فبتجي بعد التخرج بتطيح عليك مسؤوليات كثيرة، يعني وانت لازم انك انت تسويها بنفسك. بتاخذ مساعدة من ناس ثانيين، بس بشكل عام انت بتضطر انك انت تتعامل معه. فجودة الحياة ممكن تتبهذل، ممكن شوية كذا بتصير اقل منظم، بشكل اقل ما بتصير منظم مثل ما كنت في الجامعة، لانه زي ما قلت الجدول كان يساعد، لان انت عندك جدول من الجامعة، فالاشياء اللي تريد انت تسويها حالك حال نفسك، والله الجيم والله الاكل والله سلسلات العاب بلاي ستيشن، بتحطها كذا في خانات، فبيكون موضوع ابسط من انه انت الوقت حالك، وقت انت حر في وقتك بتكون مبهدل اكثر. اسمع مني، احس هذا من تجربه، يعني ممكن ما تنطبق عليك وممكن انت خلاص معود نفسك، بس بالنسبه لي كان مختلف. التفكير ما بعد التخرج تفكير عقلاني اكثر، ناضج اكثر، بتفكر كثير انه هل الشيء الحين بسويه بيأثر على حياتي المهنيه في المستقبل ولا لا. بعكس ايام الجامعه ممكن ما تفكر كثير في المدى الطويل. ما كنت بالنسبة لي كنت ما أفكر كثير في المدى الطويل، كنت أفكر في الفترة اللي أنا فيها. بس الحين بعد التخرج أنت بتفكر إنه يعني بتجيك فرص، مثلا بتجيك فرص في الجامعة عادي أنت بتاخذها، وممكن يمكن تفيدني يمكن ما تفيدني في المستقبل، بس عادي بتضيف لي يعني. بس بعد التخرج أنت بتفكر كثير أشياء. أول شيء الراتب، هل بستلم شيء يوم أشتغل هذا الشيء؟ هل بيفيدني في الرزمي أو في سيرتي الذاتية؟ هل بيفيدني بالمستقبل؟ هل بيعطيني سكن؟ هل مدري ايش؟ هل مدري إيه؟ بتفكر في كثير اشياء، لانه في الجامعه انت اشياء خلاص مترتبه حالك، الاشياء اللي بتفكر فيها والاشياء اللي بتحطها في عين الاعتبار قليله نسبيا، فعشان كذا التفكير بيصير مشتت اكثر ولازم تفكر في كثير جوانب. زين، نجي لي اخر السؤال مع شروق، قالت هذا سؤال خليه اخر شيء. عزيز، في كلمه قبل التخرج وبعد التخرج، حس قاني مغص في البطن. عزيز، في كلمه قبل التخرج وبعد التخرج، قصدي اوصف نفسي يعني قبل التخرج بعد التخرج. ناضج، يمكن فضولي، يمكن محب للناس. زين، هذه اكثر من كلمه. بس بودكاست مالي يا اخي، علامك انت. فهذه كانت الاسئله والاجوبه، اتمنى انه كفيت ووفيت مع الاجابات. وشكرا جزيلا للي سالوا، وشكرا للي سالوا مليون سؤال. واتمنى ان اكون جاوبت على اسئلتكم بحذافيرها. شكرا جزيلا. رحلة ما بعد التخرج ما هي سهلة وفيها كثير ألم وكثير دموع وكثير فرح وكثير مشقات وضحك ولحظات جميلة جدا، لحظات رائعة جدا، وكل أشياء تعلمت منها، كل أشياء كبرتني، كل أشياء خلتني فخور في اللي مريت فيه.
والأشياء اللي تعلمتها والصداقات اللي كونتها، اللحظات والذكريات اللي ما راح أنسيها طول حياتي. شكرا جزيلا لكل شخص كان جزء في هذه خلال السنة الماضية هذه بعد التخرج. ممتن جدا لجميعكم. ما أريد أطول السالفة، ولكن حرفيا يعني مقصد أفكر وأتذكر هذا السنة اللي مرت بعد التخرج. سبحان الله يا أخي، واحد ما مدرك، واحد زي ما قلت we underestimate، نحن نقلل من شأن إيش ممكن نسويه خلال سنة. بس سنة عن الحين دائما كل ما أفكر في سنة أنا أقول إنه في كثير أشياء ممكن تسويها خلال سنة، كثير أشياء ممكن تسويها خلال سنة، والوقت بيمضي كذا ليه ما تستوعب إنه والله مرت سنة يا أخي كان سويت هذه كله في سنة. فحس واحد ما يستهين في اللي قدر يسوي في سنة، ودائما يعني زي ناخذ وقت إنه يستذكر ويتأمل في التجارب السابقة، في الأشياء اللي مر فيها، أساس إنه يعطيه دفعة معنوية ويعطيه شعور من الفخر وشعور من الامتنان، تقدير لله سبحانه وتعالى إنه قدر للشخص إنه وصل لهذه المرحلة اللي فيها. وشكرا لبوب كات، أنا لابس اليوم سويتر مال أوهايو مع وزارة مع صلالة ما عارف يبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا اللي استمعوا. شاركوا الحلقة، هذا الشيء اللي بطلبه بس، شاركوا الحلقة مع الناس اللي ممكن تستفيد، سواء كان طلاب خريجين ممكن يستفيدوا من هذه الحلقة بالأسئلة والأجوبة الجميلة هذه. وشكرا جزيلا للاستماع. كان معكم عزيز الفضة، فرصة سعيدة.